هام عن إلغاء عيد الأضحى بالمغرب. مع اقتراب فترة عيد الأضحى في المغرب، تثار من جديد النقاشات الهامة حول جدوى المناسبة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. تتزامن هذه السنة مع جدل متجدد حول استيراد الأضاحي وارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، مما يؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين بعد شهر رمضان المبارك. نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي يعبرون عن مطالبهم بإلغاء عيد الأضحى هذا العام، ويبرزون أسبابا تتعلق بالأعباء المالية الكبيرة التي تتكبدها الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. يتحدث النشطاء عن ارتفاع تكاليف اقتناء الأضحية، حيث يصل سعر بعضها إلى مستويات غير مسبوقة، مما يجعل العديد من الأسر غير قادرة على تحمل هذه النفقات دون التفكير في القروض الاستهلاكية والتزامات مالية متزايدة، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة التحديات الاقتصادية والزراعية. تعتبر استيراد رؤوس الأغنام خيارا ضروريا لتلبية الطلب المتزايد قبل حلول عيد الأضحى، ومع ذلك فإن هذا الخيار لا يعالج جذريا مشكلة ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، مما يثير تساؤلات المواطنين حول قدرة الحكومة على تأمين أسعار مناسبة للجميع. من الجهة الدينية، يشدد الخبراء على أهمية الالتزام بشراء الأضاحي إذ كان بالإمكان، مع التركيز على مشاركة الأضاحي في الأحياء وتوحيد الجهود المجتمعية لتخفيف الأعباء المالية. بينما يؤكد الاقتصاديون على ضرورة التفكير بسياسات توزيعية أكثر فعالية للحد من التبذير وتعزيز الشراكة المجتمعية في هذه المناسبة.